لحد دلوقتي في السلسلة اتعلمنا أساسيات ال HTML، وبدأنا نبني صفحة الويب خطوة بخطوة. كتبنا الهيكل الأساسي للصفحة وتعلمنا العناوين من H1 ل H6 وكمان عنصر الباراجراف، وبعدها عرفنا ازاي بننسق النصوص عن طريق التكست فورماتنج. لكن لو بصيت لأي موقع على الإنترنت هتلاحظ حاجات مهمة. الموقع مش بيبقى عبارة عن نصوص بس، بيبقى فيه صور، فيه فيديوهات وفيه صوت، وده اللي بنسميه في تطوير الويب الميديا. في الفيديو ده هنتعلم أهم الميديا تاج في ال HTML وازاي بنستخدمها عشان نضيف صور او فيديوهات داخل صفحة الويب. نفتح البروجكت بتاعنا. اول تاج هو تاج ايمج. تاج الايمج مسؤول عن اضافة الصور داخل الموقع. بنكتب img ونضغط انتر. طبعا تاج الايمج سنجل تاج، بمعنى ملهوش نهاية، زي مثلا ال HTML عندك HTML دي البداية بتاعتها ودي النهاية. تاج الايمج سنجل تاج يعني ملوش نهايه. طيب ظهر عندنا اتنين اتريبيوت داخل التاج. السي ار سي هو اختصار لكلمه سورس، معناها مصدر. هنا بنضيف مسار الصوره على الجهاز عندنا. طيب الالت هي اختصار لكلمه alternative text alternative text معناها نص بديل. في الفولدر اللي احنا شغالين عليه نضيف صورة هنسميها مثلا 1 2 3 ونفتح فيجوال ستوديو كود. هنكتب السورس المسار بتاعها. طيب هي هنا موجودة فين عندنا؟ موجودة جنب الملفين، فبنكتب 1 2 3 دوت جي بي جي. ظهرت لك تلقائي طالما هي جنب الملف. نضغط انتر نفتح المتصفح، هتلاقي ظهرت الصورة. في اتريبيوت تاني اسمه ويدث بيحدد عرض الصورة، وفي اتريبيوت تاني اسمه الهايت بيحدد ارتفاع الصورة. طبعا هما مش مطلوبين منك هنا في ال HTML، ولكن هنشتغل بيهم اكتر في ال CSS. تعالى كده نشوف المتصفح ونعمل ريفرش. كده هي الصورة خدت طول وعرض 500. هنفتح فيجوال ستوديو كود. لو كتبنا مثلا في العرض 300 وفي الطول 300، يجي نعمل ريفرش، الصورة صغرت معانا بقى ليها طول وعرض. طيب اتريبيوت الالت وظيفته ايه؟ وظيفته ان لو الصورة ما ظهرتش لاي سبب، الديسكريبشن اللي فيها اللي انت كتبته في الالت يظهر مكان الصورة. يعني مثلا هنكتب هنا اي حاجة ونيجي مثلا نمسح السورس بتاع الصورة ونعمل ريفرش، الصورة ما ظهرتش، بيظهر مكانها الالت او الديسكريبشن اللي انت ضفته، وديت مهمة جدا في محركات البحث. طيب بعد كده عندنا تاج الفيديو. الفيديو طبعا من اسمه بيضيف فيديو في الموقع. بنكتب فيديو برضو نفس المعنى لاتريبيوت السي ار سي اللي هو السورس او مكان الصورة. نضيف فيديو مثلا الفيديو ده ونغير اسمه، خليه مثلا نكتب فيديو. طيب لو كان الفيديو دوت جوه فولدر ونضيف الفيديو ده جوه برضو نفس الطريقة. نيجي هنا نكتب اسم الفولدر ايا كان بقى اسم الفولدر ايه، نكتب ان ظهر لنا اسم الفولدر، نضغط انتر هيظهر لك الفيديو الموجود جواه، وبكده انت ضفت الفيديو جوه الموقع. طبعا هنستخدم نفس الاتريبيوت اللي هو الويدث والهايت، هنديله مثلا 150. نيجي نعمل ريفرش ظهر لنا الفيديو، بس مفيش اي كنترول علشان اشغل الفيديو ده. فلازما بنيجي عند الفيديو جنب الفيديو كده نكتب كنترول، نيجي نعمل ريفرش هتلاقي ازرار الكنترول ظهرت معاك، زي زر تشغيل وايقاف الفيديو والشريط تبع الفيديو، الميوت والبلاي باك سبيد. فتعالى كده نشغل الفيديو. بعد كده ازاي نضيف صوت جوه الموقع بتاعنا؟ عن طريق تاج الاوديو. هنكتب اوديو وهنكتب المسار تبع الملف بتاعنا. احنا عندنا هنا الملف فين؟ جنب الملف تبع ال HTML اسمه كاميرا فلاش. فتعالى كده نكتب حرف السي، ظهر معانا الملف. نيجي نعمل ريفرش، طبعا ما ظهرش معانا اي حاجه غير لما نكتب كنترول. نيجي نعمل ريفرش هتلاقي الشريط تبع تشغيل الصوت ظهر. فتيجي تدوس تشغيل، والبلاي باك سبيد اللي هو التحكم في السرعه، والميوت. عندنا اتريبيوت تاني اسمه ميوت، لما بتيجي تضيفه تيجي نعمل ريفرش، اول ما المستخدم يفتح الموقع بتاعك الملف بتاع الصوت بيبقى معمول له ميوت تلقائي. ده بسبب عدم الازعاج لما اول ما المستخدم يخش الموقع. وبس كده، دي كانت الميديا تاج الموجوده في ال HTML. وبكده نكون عرفنا كل الميديا تاج في ال HTML زي الصور والصوت والفيديو وازاي نضيفهم جوه الموقع بتاعنا. دلوقتي دورك انك تطبق بايدك. تقدر تدخل على الموقع بتاعنا، موقع الملخصات كودكس، رابط الموقع هتلاقيه في الديسكريبشن. ولو الفيديو فادك ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناه عشان تشوف باقي الدروس. اشوفكم في الفيديو الجاي.